شهدت مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب غينيا الاستوائية التي أقيمت بملعب مولاي الحسن مساء اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 جدلا واسعا حول عدد كرات المباراة، وذلك بعد اختفاء العديد من كرات من أرضية الميدان. وأشار منظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن 13 كرة فقط من أصل 15 كانت موجودة على أرضية الملعب خلال المباراة. وحسب ما ذكره موقع برلمان بوكوم، فقد أوضحت مراجعة كاميرات الملعب أن إحدى الكرات تم أخذها خلال فترة الاستراحة من قبل طاقم الفريق الجزائري، بينما لم يتم تحديد مصير الكرة الثانية حتى نهاية المباراة. وبعد صافرة النهاية توجهت منسقة الاتحاد الإفريقي إلى غرفة ملابس الفريق الجزائري واسترجعت الكرة المعنية. وأكدت مصادر الموقع أن الطاقم الجزائري أنكر في البداية أخذ الكرة قبل أن تخبرهم المسؤولة بأنها تمتلك تسجيل فيديو يثبت الواقعة.